السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا شباب عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده مش موجه بس لطلبة ثانوية عامة، يعني هو ممكن يكون موجه لطلبة الكليات، ممكن يكون موجه لطلبة أي سنة من السنين، موجه للطلبة عمومًا يعني تمام؟ طيب أنا باذاكر لكن لمّا باجي باحل غلط، أو أدائي في الامتحانات مثلًا بتاعة الدروس بتكون وحشة، أو لمّا باحل مثلًا امتحان شامل فبيكون أدائي مش أحسن فاهمين؟ إيه المشكلة؟ المشكلة فين وحلّها فين؟ هاقول لكم أنا عن نفسي المشكلة دي واجهتها كتير جدًا، جدًا في كل السنين الدراسية، وهاقول لكم أنا كنت باحلّها إزاي، يعني هاقول لكم كده حرفيًا إيه اللي أنا كنت باعمله. يالّا ندخل في الموضوع على طول عشان الفيديو ما يبقاش طويل يعني، أنا عارف إن أنتم وراكم مذاكرة، ربنا يوفقكم إن شاء الله وربنا يكرمكم، وما تنسوش إن طبعًا ربنا يا جماعة مش هينسى تعبكم ده يعني تمام، افتكر دايمًا إن أنت بتذاكر والنتيجة دي بتاعة ربنا، يعني ربنا بيكرمك وبيجازيك خير على المذاكرة والاجتهاد والتعب اللي أنت بتتعبه والسهر، فاهم الفكرة؟ لكن النتيجة دي بتاعة ربنا، ربنا مقدّر لك من قبل ما تتولد أنت هتدخل كلية إيه، أو ربنا مقدّر لك أنت هتجيب كام، فاهم الفكرة؟ فدايمًا حُط في بالك إن النتيجة دي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، مش بتاعتك خالص، أنت بتُجزى على المجهود اللي أنت بتبذله، دايمًا، دايمًا حُط في بالك النقطة دي، اتفقنا؟ طيب آآ، إيه اللي أعمله أو إيه المفروض أعمله لمّا آجي أذاكر وأحِل لكن باحِل غلط؟ حلو جدًا، إحنا هنمسك الموضوع بكل الphases بتاعته أو بكل المراحل بتاعته، يعني إيه؟ يعني هنمسك أول phase أصلًا اللي هي المذاكرة، ونحاول نشوف المشكلة فين ونعالجها، ونمسك تاني phase اللي هي الحل، ونحاول نشوف المشكلة فين ونعالجها، ونمسك تالت phase أو تالت مرحلة اللي هي مرحلة ما بعد الحل، تمام؟ ونحاول نعالجها، لأن أنا ممكن أقول لك على حل معين وهو يكون وأنت عندك مشكلة في نقطة تانية، تمام؟ طيب أول حاجة المذاكرة نفسها. أنت بتذاكر بس بتيجي بتحل غلط أو بتحل وِحِش أو أدائك مش أحسن حاجة، فالسؤال هل أنت أصلًا بتذاكر صح؟ ده سؤال مهم، هل أنت بتذاكر صح؟ طيب أنا أعرف منين إن أنا باذاكر صح؟ ما أنا بافتح الكتاب أو مثلًا باسمع المحاضرة أو باسمع الدرس أو باروح مثلًا يعني الدرس وباجي أحل، فاهم الفكرة؟ هاقول لك لأ، دي مش يعني أنت كده ما جاوبتنيش. أنت بتكون فاهم اللي أنت بتذاكره كويس، والّا أنت مجرد مبصمج؟ يعني إيه؟ يعني أنت مثلًا فاهم الهرمونات كويس في لو أنت في علمي علوم، أو فاهم المناعة كويس لو أنت بتدرس أحياء يعني، قِس على ده أي حاجة. هل أنت فاهم الكلام ده كويس، والّا مجرد حافظ الكلام ده؟ ده فرق كبير جدًا، خصوصًا لو أنت في تالتة ثانوي، ثانوية عامة. دلوقتي يا جماعة نظام الأسئلة بيعتمد على الفهم. يعني لو أنت زي زمان يعني وأنا باقول ده ومش مكسوف عادي كان الأكتر إن إحنا نحفظ أيام ثانوية عامة في دفعتنا، يعني إحنا آخر دفعة دفعة البوكلت والنظام القديم والحاجات ديّة، تمام؟ فإحنا كنا المهم إن إحنا نحفظ ونحط الكلام ده في الامتحان، أي نعم كان بيقيس مستوى حفظنا وكان مستوى فهمنا، ولكن الأغلب أو الأكتر هو إنك تحفظ وتحط الكلام ده، تمام؟ هل أنت فاهم كويس الكلام ده؟ الإجابة مش هاقدر أحددها، لأن أنت اللي تقدر تحددها. تمام؟ طيب عشان أعرف أنا فاهم الكلام ده كويس أو عشان أعرف أصلًا أنا باذاكر كويس والّا لأ، أعمل إيه؟ هاقول لك أولًا أنا عامل عندي فيديو كامل عن اسمه إزاي تذاكر كويس أو إزاي تحب المذاكرة، عامل كذا فيديو عن المذاكرة، ادخل خُد لك لفة في الaccount أو كل ما تكون فاضي وأنت بتذاكر ادخل شوف لك فيديو عندي على القناة هتستفيد جدًا، ولكن أقدر أقول لك في اختصار شديد خالص كده في أقل من 5 دقايق إيه هي طريقة المذاكرة الصحيحة، ببساطة شديدة. بدل يعني لو أنت مش فاضي تشوف فيديوهات تانية، إيه الطريقة دي؟ طريقة المذاكرة الصحيحة أنا ممكن أعمل عنها فيديو كامل، تمام، يعني أنا ممكن أعمل عن الطريقة الصحيحة فيديو كامل، ولكن هاختصرها لك دلوقتي في أقل من 5 دقايق زي ما قُلت لك. إيه الطريقة دي؟ هاختصرها لك في ال3 حروف دول SQ3R. الكلام ده يا جماعة والله ينفع لأي سنة، يعني الكلام ده مش موجه لثانوية عامة بس، يعني في بعض الفيديوهات عندي هتلاقي باقول لك لأ الكلام ده للثانوية، الكلام ده للكليات، تمام، لكن لأ ده كلام أنا باطبّقه من زمان لحد ما خلّصت كلية الطب الحمد لله. إيه طريقة الSQ3R؟ كل واحدة منهم أو كل حرف منهم ده عبارة عن اختصار، يعني ده acronym يعني اختصار يا جماعة لكلمات. أول حرف هو الS، الS اختصار skim. يعني إيه skim؟ قبل ما تذاكر أي حاجة أنا أو يعني في أي سنة والله باعمل كده. إيه الطريقة دي؟ قبل ما أسمع المحاضرة لو أنا مثلًا ناوي إن أنا أسمع المحاضرة، أو قبل ما أذاكرها لو أنا هاذاكرها مع نفسي، أو قبل ما أروح الدرس، مهم النقطة دي جدًا، جدًا. إنك تمسك المحاضرة وتskim through المحاضرة. يعني إيه skim through المحاضرة؟ يعني أقرا المحاضرة بسرعة، يعني مثلًا محاضرة 30 slide مثلًا أو خلينا الدرس مثلًا 10 صفحات، فأنا هاقراه بسرعة في حوالي 5 دقايق. يعني طب أنا ما ذاكرتش، أيوه لسه ما ذاكرتهاش لسه، ما أنا باقول لك تskim through يعني إيه؟ يعني تعدّي كده بسرعة.
اللي هو تقراها تلخيصا. ليه؟ لأن الطريقة دي بتبدأ تخلي الدرس في مخك منظم إلى عناوين. فاهم الفكرة؟ يعني لما انت تقرا مثلا المحاضرة دي مثلا بتتكلم عن مرض مثلا البوليو، اللي هو مرض مثلا فيروس بيجي عند اللي هو بيعمل شلل في الأطفال. فتلاقي مثلا ايه، والله ده الأول بيتكلم عن أنواع الفيروس ده، بعد كده بيتكلم عن الأسباب وبينتقل ازاي، بعد كده بيتكلم عن الأعراض والعلامات اللي بتظهر على العيانين، بعد كده بيتكلم عن طرق العلاج والوقاية. فانت لما قريت الدرس ده، المحاضرة اللي بتتكلم عن المرض بتاع شلل الأطفال بسرعة، فعقلك بدأ ينظم المواضيع بتاعة الدرس جوه مخك إلى عناوين. فانت لما تبدأ تذاكرها تعرف تحط كل معلومة في مكانها. فلما تعرف تيجي تحل، أو لما تبدأ تيجي تحل بعدين، تعرف تجيب أنهي معلومة من أنهي نقطة بالظبط، ما تكونش تايه. فاهمين الفكرة؟ لكن لو انت دست في الدرس على طول وفضلت كل صفحة تذاكرها كويس، بس يعني عقلك هيبدأ يتلخبط مع الوقت، خصوصا لو كان الكم كبير. تمام، زي ما قلت لكم انا ممكن ابقى اعمل فيديو كامل عن الطريقه دي افضل طريقه حرفيا تذاكر بيها. تمام. فالاس دي اختصار تسكيم، يعني انك تعدي على المحاضره بسرعه او على الدرس بسرعه الاول قبل ما تذاكرها، قرايه بس بسرعه كانك بتقرا جورنال كده، بتقرا بوست على الفيس مثلا. تمام. طيب تاني حرف هو الكيو، كويشن. ايه الكويشن؟ معذره. ايه الكويشن؟ هو انك تحط تساؤلات. وده اختصار فيديو كامل عندي على القناه اسمه ازاي تحب المذاكره. تمام، ده فيديو كامل عندي على القناه اسمه ليه ازاي تحب المذاكره. الفيديو ده كله بيتمحور حوالين الكيو، حرف الكيو. هو ان احنا المفروض علشان نحب الحاجه اللي بندرسها نخليها مصدر للدوبامين، او مصدر لحاجه بتفرحنا. طيب علشان نعمل كده نعمل ازاي كده؟ باختصار شديد، انك تحط سؤال فعقلك يكون شغوف بمعرفة الإجابة. فأنت لما تيجي تقرأ الدرس بقى وتفهمه بالتفصيل، فتلاقي إن أنت فهمت الأسئلة دي وفرحت، فعقلك يحب المذاكرة والمعلومة تلزق. لو انت حابب تفهم الموضوع بالتفصيل، انصحك بشده تشوف الفيديو اللي هو بعنوان اسمه ازاي تحب المذاكره. فيديو اظن محدش عمله يعني، او يعني اتكلم عن النقطه دي خالص في الوطن العربي يعني. تمام. فانصحك تشوفه، هيفيدك جدا والله العظيم، مهما كنت في اي سنه. فيديو صغير اصلا مش كبير يعني، نص ساعه هو. تمام، هيفيدك جدا. فالاجابه باختصار او الفكره باختصار، هو وانت بتذاكر تبدا تحط اسئله. تعال اديكم مثال عملي. انا مثلا بذاكر شابتر الهرمونات، فبدات اقرا. تمام، بقرا مثلا مين اول جزء مثلا بيتكلم عن اكتشاف الانسولين. فاول سؤال هو يعني ايه كلمه انسولين اصلا؟ ليه انسولين اسمه انسولين؟ صح كده؟ فده سؤال حطيته في دماغي، بس انا دلوقتي بسكم بعدي بسرعه بسرعه. تمام. فلقيته بعد كده بيتكلم عن حاجه اسمها الغده مثلا الكظريه. تمام. طب هي الغده الكظريه دي موجوده فين؟ لقيتها موجوده فوق الكليه. والله اتاري باسمها بالانجلش الكظريه ادرينال، علشان كده هي موجوده فوق الكليه. اد يعني بجوار، رينال الكليه. ده علشان كده اسمه الهرمون اللي بتطلعه الغدة الكظرية ادرينالين. ده مشتق من الغدة الكظرية. ايه ده لما انا بدأت احط اسئلة. طب وبعد ما حطيت سؤال هو ليه اسمه انسولين، اتاري لما عملت سيرش او سألت مثلا او بحثت، لقيت ان اسمه انسولين لانه بيطلع من جزر لانجهانز او لانجرهانز الموجودة في البنكرياس، وجزيرة بالانجلش اسمها اسمها الجزيرة اسمها بيننسلا. تمام، كلمة جزيرة او شبه جزيرة بالانجلش اسمها شبه جزيرة، اسمها بيننسلا. فقال لك والله بيننسلا يبقى هو مشتق من شبه الجزر، اسمه انسولين. فدلوقتي لما انت حطيت اسئله وبعد كده بحثت عن اجابه هذه الاسئله، الاسئله دي فهمتك الدرس اكتر، سهلت عليك الحفظ، خلتك تتعمق، حببتك في المعلومه، خلت الدرس يلزق في دماغك. فانت تاني حاجه انك بتحط كويشنز. طب الاسئله دي اجاوب عليها امتى؟ بتجاوب عليها بطريقتين. الطريقه الاولى وانت بتذاكر بتعمق، يعني احنا لسه ما ذاكرناش الدرس، هي اول حاجه احنا بنسكم. تاني حاجه احنا بنحط اسئله. تمام. تالت حاجه يعني احنا هنعرفها دلوقتي، احنا هنذاكر لسه ما جيناش نقطه المذاكره. تمام. فانت الاجابات دي او اجابات الاسئله دي يا بتجاوب عليها لما انت تفهم الدرس بتعمق، لما تسمع مثلا المحاضره او لما تقرا الدرس، او لو ما لقيتش الاجابات كلها فانت بتبدا تسيرش بقى. تمام، يبقى انت بتعمل كويشنز. تالت طريقه 3 ار، احنا قلنا اس كيو 3 ار. ايه 3 ار دول؟ ريد، ريسايت، ريفيو. مهم جدا. يعني ايه ريد؟ ريد انك تقرا تذاكر بقى الدرس. وريد هنا ممكن تكون معناها انك تقرا الدرس يعني بنفسك، ان انت تذاكره بنفسك، او ان انت مثلا تسمع الدرس مثلا محاضره مثلا كورس مثلا. تمام، او انك بتروح الدرس مثلا. فاهم الفكره؟ فيبقى النقطة دي يعني هتذاكر انك تقرأ الدرس يعني. تمام، يبقى دي خلاص ان انت بتذاكر بقى الدرس بالتفصيل. خد بقى وقتك فيه ساعة ساعتين ثلاثة، المهم تذاكر الدرس بالتفصيل. وانت بتذاكر بقى هتلاقي ان انت المذاكرة اعمق وافضل بكتير من ان انت لو دخلت على نقطة المذاكرة على طول. طيب بعد ما ذاكرت تريسايت،
recite يعني تسمّع الدرس، تُتلي كلمة recite يعني تلاوة recitation تمام، تُتلي الدرس، يعني إيه أتليه؟ يعني أنت مثلًا تذاكره لحد، يعني بعد ما أنا خلّصت المذاكرة أنا فهمته خلاص 100% هاروح أذاكره مثلًا لأختي الصغيرة، طب أختي الصغيرة إيه، هات يا عم ال 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 الم علبة المناديل ذاكر لها الدرس، المهم أنت تخيّل إنك بتذاكر لحد الدرس، وذاكره لحد قدّامك، اشرحه، يبقى أنت recite إنك بتُتلي الدرس، سمّعه تمام، لوالدتك أو لوالدك أو لأخوك أو لأختك تمام، سمّع لها الدرس، ذاكر لها الدرس كده باختصار، لخّص لها اللي فهمته كده الزتونة بتاعة الدرس لخّصه لها، يبقى الR يعني recite إنك بتُتلي الدرس، بتقوله تمام، تشرحه، دي نقطة مهمة جدًا. الR الأخيرة بتreview بعد ما أنت عملت الكلام ده كله، راجع كده بسرعة على الدرس، شوف إيه النقط اللي أنت مش فاهمها كويس وراجع عليها كويس أو ذاكرها تاني. يبقى دي يا جماعة طريقة المذاكرة السليمة اللي أنت لو حرفيًا طبّقتها على أي محاضرة أو أي درس أوعدك إنك هتفهمه بتعمُّق. يبقى أول طريقة أو أول سؤال إحنا سألناه في البداية عشان أنت ما بتحلّش اسأله كويس، هل أنت بتذاكر صح والّا لأ؟ فإجابة هل أنت بتذاكر صح أو لأ، أنا قُلت لك الإجابة أهو. SQ3R لو أنت طبّقت طريقة المذاكرة دي أو ذاكرت بالطريقة ديّة أو بنفس الترتيب ده أي درس أو أي محاضرة، أوعدك إنك هتذاكره أفضل بكتير جدًا من إنك لو دخلت تذاكره على طول. تمام، عشان الناس بتقول لي: "أنت بتذاكر إزاي؟" دي الطريقة اللي أنا باستخدمها من زمان، من أيام ثانوية من أولى وتانية وتالتة ثانوي لحد خمسة طِب، والله الطريقة دي. وبرضه عشان أكون صريح، لأ في بعض الحاجات باتزنق فيها فباضطر أكروتها، يعني أيام الامتحانات يعني في الكلية طبعًا مش في ثانوية عامة، ثانوية عامة كل الدروس ذاكرتها بالتعمق ده، تمام، لكن في الكلية طبعًا في بعض الصراحة محاضرات كتير يعني ما كانش عندي وقت فباكروتها بسرعة يعني مش باعمل كده، تمام، اتفقنا. طيب إحنا خلاص كده خلصنا من أول phase، إحنا قُلنا يا جماعة هنخاطب أو هنحاول نعالج المشكلة بإن إحنا نخاطب المراحل كلّها بتاعة المذاكرة، فأنا ما دخلتش على طول أنت ليه بتحل غلط، أنا الأول خاطبت نقطة الphase الأولى والمرحلة الأولى بتاعة أنت يعني طريقة المذاكرة من الأصل، تمام؟ معلش برضه إيه يمكن الطب أثّر عليَّ شوية فخلّاني الواحد إيه لازم يعالج جميع الجوانب أو جميع الfactors بتاعة الأمر، يعني مش باخاطب نقطة معيّنة، لأ أنا باخاطب العملية كلّها بتاعة المذاكرة تمام؟ طيب أنت عملت أو ذاكرت بالطريقة الأولى حلو، ندخل بقى على تاني مرحلة الفيز التانية اللي هي إحنا بنحل أو بنمتحن تمام، الامتحان ده يعتبر جزء من الأسئلة يعني تمام، سواء امتحان درس شامل أو حاجة. أولًا بُصّوا امتحانات يا جماعة الدروس صراحةً يعني عاوز أقول لك فكّك منها، مش فكّك منها وما تحلّهاش، يعني ما تعتبرهاش مقياس أوي، لأن أنا صراحةً كان يعني المدرسين بيتفزلكوا جدًا، جدًا، جدًا في امتحانات الدروس وده عادي. أنت ما تحبطش، حِل أوكي وافهم الفكرة، لكن ما تحبطش إنّك مثلًا أنا عادي، يعني تقريبًا أكبر درجة جِبتها في الجيولوجيا في امتحان درس كانت تقريبًا 30 من 50 أو حاجة ناقص كتير جدًا يعني 20 فاهمين، دي أكبر درجة جِبتها في امتحان جيولوجيا في درس، يعني كنت باخد مع مستر اسمه مستر نشأت كان معقّدنا في الجيولوجيا شوية، بس هو كان شرحه ممتاز يعني تمام، لكن امتحاناته كانت صعبة جدًا، وفي النهاية قفّلت جِبت 60 من 60 ففُكّك خالص من امتحانات الدروس يعني ما تعتبرهاش مقياس، أوكي ذاكر لها وحِل وراجع وكل حاجة، ما باقولكش اهملها، ولكن ما تعتبرهاش بالأمر الجلل يعني تمام، طيب ندخل بقى على النقطة إن أنت بتحِل عادي، أنا باحِل عادي يا اسلام في كتاب الامتحان مثلًا أو كتاب أي كتاب أسئلة، أو لو أنت مثلًا في كُلّية بتحِل من MCQ أو أي حاجة، ولكن باحِل أسئلة غلط كتير، تعالَ بقى نخاطب النقطة دي، السؤال هو إيه المشكلة؟ يعني إيه المشكلة؟ مش أنا مذاكر عشان أحل الأسئلة دي صح، لأ، هو مين قال لك إن أنت مذاكر عشان تحل الأسئلة دي صح؟ جماعة لازم نغيّر الmindset بتاعنا في النقطة دي، هو مين قال لك إن أنت بتذاكر عشان تحل الأسئلة دي صح؟ أُمّال إيه فايدة الأسئلة؟ فايدة الأسئلة إنك تكتشف أنت حليت إيه غلط، نعم، هو ده فايدة الأسئلة، أنت بتبُص للأسئلة بنظرة خاطئة. فايدة الحل هو إنك تعرف أنت حلّيت إيه غلط، مش إنك تحل صح. إزاي؟ فهّمني أكتر. بالضبط تعالَ دي النقطة المهمة جدًا اللي أنا عامل عشانها الفيديو. فايدة الأسئلة يا جماعة الخير هو إنك تعرف بعد ما أنت ذاكرت بالطريقة اللي إحنا بنتكلم عنها إيه النقطة اللي أنت محتاج تعمل لها review كويس؟ إيه النقطة اللي أنت محتاج تسيرش أكتر عنها كويس؟ إيه النقطة اللي أنت محتاج تفهمها أكتر كويس؟ لأن حتى لو أنت ذاكرت بالطريقة اللي أنا لسه قايل لك عليها بتاعة SQ3R أنت ما زلت في نقط أنت مش فاهمها كويس، حتى لو أنت مش مكتشف ده، فاهمين قصدي؟ يعني في نقط أنت مش مكتشف إنك مش واصلة لك. أو مش واخد بالك إن النقطة دي محتاجة تعمُّق أكتر، طيب أعرف إزاي؟ حلو بقى، ييجي بقى دور الأسئلة، أنت بتحِل بغرض إنك تلاقي إيه النُقط اللي أنت مش عارف تحلّها علشان
ترجع تحل عليها، ترجع تفهمها اكتر، او ترجع تذاكرها بتعمق، او ترجع تبحث عنها اكتر. فاهمين الفكره؟ يبقى يا جماعه البوينت كلها من حل الاسئله هو اكتشاف نقط ضعفك. فهمت الفكره؟ زي بالظبط لو حد بيحب الشطرنج، انت لما بتلعب شطرنج انت بتلعب علشان تكتشف انت ضعيف في انهي نقطه في اللعبه. هل انت ضعيف في التاكتكس، ولا ضعيف مثلا في الميدل جيم، ولا ضعيف في الافتتاح، ولا ضعيف في اللاين مثلا بتاع لندن، ولا فاهم؟ لو حد بيلعب شطرنج هيكون فاهم قصدي. ده حرفيا نفس الطريقه اللي بفكر فيها. انت بتحل عشان تكتشف نقط ضعفك. هديكم مثلا نقطه برضو، انا هضرب مثال شويه بالشطرنج لان انتوا عارفين انا بحب الشطرنج شويه. تمام؟ الهنود، تمام، مالهم الهنود؟ علشان يخلوا الاطفال اللي هم الناشئين في لعبه الشطرنج يبقى مستواهم عالي جدا، بيبعتوا تمويل للاساتذه الدوليه الكبار. الاساتذه الدوليه دول بيقولوا عليهم في الشطرنج جي ام، جراند ماستر، ده اعلى رتبه في الشطرنج. تمام؟ بيبعتوا تمويل فلوس للاساتذه الدوليه من كل انحاء العالم، يجيبوا اساتذه دوليه من امريكا، من مصر، من اليونان، من بريطانيا. فاهمين ليه؟ علشان يجيبوا الاساتذه دول يلعبوا في بطولات الهند ضد الناشئين. يعني بيكونوا عاملين بطولات للناشئين اللي هم اطفال بيلعبوش لسه شطرنج، سنهم مثلا 10 سنين، حد مثلا 15 18 سنه، بيحطوهم في بطولات ضد افضل لعيبه في العالم. ليه؟ علشان لما يلاعب ناس مستواها عالي هو يكتشف ضعيف في انهي نقطه، او بيخسر من انهي نقطه، فيبدا يشتغل عليها. انتوا فاهمين المايند سيت الممتازه دي؟ ده بالظبط اللي انا بعمله، وده في الدراسه. ده بالظبط اللي كنت بعمله في ثانويه عامه. انا كنت بحل مثلا كتاب الامتحان حلو، انا حليت مثلا معظمه صح، 90% منه صح. طب انا ايه اللي استفدته؟ انا عايز حاجه تعرفني انا وحش في ايه، انا ضعيف في ايه. فاروح اجيب كتاب الوسام في الفيزياء. ليه؟ لان ده مستوى اعلى حبتين ثلاثه. فانا لما احل السؤال غلط اعرف انا ايه النقطه اللي انا مش فاهمها كويس. ما هو دلوقتي لو انا ما عرفتهاش دلوقتي هعرفها امتى؟ لما الممتحن يصطادني فيها في الاخر. يبقى اول نقطه، ما تزعلش لو انت بتحل غلط، افرح. ليه؟ لان الحل الغلط ده هيخليك تكتشف انت ضعيف في انهي نقطه، فتعرف تقوم النقطه دي كويس، او تعرف تراجع النقطه دي كويس. يبقى دي اول نقطه يا جماعه في نقطه الحل. تمام؟ وقبل ما نكمل نتعامل ازاي مع الاسئله، احب اقول لك ان انت لو في اي سنه من السنين الدراسيه، ثانويه عامه او غير ثانويه عامه، فاحنا عملنا حاجه كده زي الاستشارات. هكون معاك او معاكي برايفت لمده من 45 دقيقه لحد ساعه. اي مشكله بتواجهك في الدراسه، لو حابب انظم لك جدول خاص بيك انت بس، طبقا لمواعيد نومك، مواعيد صحيانك، طبقا للدروس بتاعتك، طبقا لحياتك عموما، طبقا للحاجات اللي انت عاوز تذاكرها. عاوز انظم لك الدروس بتاعتك، عندك مشكله معينه في ماده ما، او عندك اي استشاره تخص الدراسه او غير الدراسه، انا اقدر اساعدك فيها. فاحنا عملنا زي حجز استشارات برايفت بسعر يعني بسيط. لو حابب تحجز استشاره هتلاقي الرقم تحت في الديسكريبشن، عن طريق الواتساب ابعت لي، وهحجز معاك استشاره لمده من 45 دقيقه لساعه. هكون معاك برايفت صوت وصوره، يعني فيديو كول، وهساعدك ان شاء الله يعني. تمام؟ فلو حبيت تحجز استشاره هتلاقي الرقم تحت في الديسكريبشن. فانت زي ما قلت لك انت بتحل علشان تعرف ايه نقط الضعف اللي عندك. طيب، لما انا حليت سؤال غلط تعمل ايه بقى؟ تقف عند السؤال الغلط ده وتروح تبحث بالتفصيل عن النقطه دي، النقطه اللي انت حلتها غلط. يعني السؤال ده مثلا بيتكلم عن الانسولين، تفهم بالتفصيل النقطه اللي بيتكلم عنها عن الانسولين. فاهم قصدي؟ فده الطريقه اللي انت هتعملها. طيب، تاني حاجه، انا عاوزك تعمل نوت بوك خاصه بيك كده، او يعني تجيب نوت بوك، تمام، كراسه بقى، كشكول، اي حاجه، والنوت بوك دي تخليها للاسئله الغلط فقط. ازاي؟ السؤال الغلط ده بنسبة 98 أو 99% في أي سنة من السنين، أقسم بالله السؤال الغلط ده مش السؤال بالحرف، ولكن فكرته هتتكرر. والله العظيم يا جماعة اسمع مني، يعني اسأل من مجرب. تمام؟ والله العظيم أي سؤال بتحله غلط بنسبة من 98 إلى 99% فكرته هي الفكرة بتاعته، مش السؤال بالنص. يعني ممكن يجيب لك السؤال بس بصيغة تانية، لكن بنفس فكرة الحل. تمام؟ هتتكرر. ولو انت ما اتعلمتش من اخطائك هتقع في الجحر مرتين. تمام؟ فانت لازم يكون معاك كشكول او نوت بوك، اي سؤال تحله غلط بعد ما تفهم فكرته وتدور عليه اكتبه. انت كده بتقوم الاخطاء بتاعتك، انت كده بتعالج نقط الضعف اللي عندك. تمام؟ كده السؤال اللي انت هتغلط فيه مستحيل تغلط فيه تاني. ليه؟ لان انت السؤال اللي بتغلط فيه بتروح تفهم الفكره بتاعته، بتروح تكتب السؤال ده في كشكول او في نوت بوك خاص بيك، ومن فتره الى اخرى بتراجع عليهم. لازم تراجع عليهم طبعا، مش تكتبهم وخلاص يعني. تمام؟ تقراهم قراءه كده.
وبالتالي مع الوقت السؤال ده لما يتكرر مش هتقع فيه تاني، الفكرة دي لما تتكرر مش هتقع فيها تاني. تمام؟ اكتب السؤال وتحته اكتب المعلومة اللي انت طلعت بيها او المعلومة الجديدة اللي اتضافت ليك، لازم يكون معاك مرجع تضيف فيه الاسئلة الغلط دي. تمام؟ والله العظيم يا جماعة بقول لكم نصايح ذهبية، لو انت مش مقدر النصايح دي فيعني براحتك، انا بقول يا جماعة مين اللي عايز يستفيد واللي عايز فعلا يعني ياخذ بالاسباب علشان ربنا يكرمه. تمام؟ ممتاز. طيب النصيحة اللي بعدها ما زلنا احنا في الفيز بتاعت حل الأسئلة، واخد بالك أنا ماشي معاك خطوة خطوة، هو إنك تتمعن في قراءة السؤال. يعني يعني ناس كتير يا جماعة هو إيه والله يحل كده بالحظ، يحل كده بالانتويشن اللي هو بالحدس بتاعه بالإحساس. فاهمين الفكرة؟ يحل كده بالشبه. والله ده السؤال ده فيه إين يبقى اختار الإجابة اللي فيها إين. الكلام ده عبث. يعني معلش بص انا اسف لو نبرتي حاده شويه، بس انا بكلم اخواتي الصغيرين تمام او اخواتي الكبار حتى. الكلام اللي انت بتعمله ده اقسم بالله عبث، بتضيع نفسك. لو انت بتعمل كده اعرف انك ماشي في الطريق الخطأ. تمام؟ لان الطريقه دي هتنفع مره بس مش هتنفع مليون مره. انك تحل كده بالاحساس والله ده الاجابه دي عجباني، ده عبط. يا جماعه والله العظيم اسمعوا، ده بدايه طريق العك. لو انت عايز تعك وتدخل الامتحان تعك وفي الاخر تقول ده انا ذاكرت طول السنه وفي الاخر ما دخلتش مش عارف، ما هو انت اللي بدات بحاجات بسيطه زي كده. الحاجات البسيطه اللي هو مثلا يعني ايه الحاجات البسيطه ده عباره عن تراكمات لسلوكيات خاطئه. يعني كام واحد شفت يقول لك ايه ده انا مش عارف كنت بذاكر طول الليل وكنت مش عارف بصحى وما كنتش بنام غير ساعه ولا ساعتين وفي الاخر ما دخلتش مثلا الكليه الفلانيه اللي انا كنت عايزها. ليه؟ لان الموضوع هو بيبص على الصوره الكبيره. ايه الصوره الكبيره؟ ان هو ذاكر قد كم كبير من الساعات، راح دروس، صرف فلوس، جاب 5 6 كتب وفي الاخر ما دخلش ليه؟ مع ان في حد غيره ممكن عادي مثلا يجيب كتاب واحد او كتابين بالكتير قوي ويدخل الكليه اللي عاوزها بكل سهوله ويسر. لان في سلوكيات خطا ممكن نعمل بصوا يا جماعه احنا ممكن نعمل فيديو كامل، والله العظيم الفيديو ده هيكون بجد يعني جوهره لاي طالب خصوصا في ثانويه عامه، بعنوان السلوكيات الخطأ في ثانوية عامة. ومن ضمن السلوكيات الخطأ الصغيرة ولكن تراكمها مع الوقت مدمر هو التهاون في قراءة السؤال أو العك أو الحل بالحدس. ده عبط، ده عبط يا جماعة والله العظيم. بص يعني مش عاوز أقول ألفاظ يعني عشان ما تؤخذش عليا، ولكن ده عبط يعني في المذاكرة بجد أنت بتعمله في نفسك. ده بداية طريق العك. بص انا قلتها المره الكام، هو ان ايه بدايه طريق العك؟ انك لما تقرا السؤال تحل كده وخلاص وتطلع صح، الله اهو حلتها صح. لا يا حبيبي ايه العبط ده؟ ما في الامتحان هيضحك عليك في حرف جر، هيضحك عليك في نقطه، هيغير لك صيغه السؤال كله وانت لما تحل بنفس الحدس ده هتطلع غلط. تمام؟ فده سلوك من ضمن السلوكيات المدمره اللي بتعملها في ثانويه عامه، هو انك بتحل كده وخلاص. لا لازم تقف عند السؤال وتفهمه بالظبط. لو ما كنتش فاهم ليه الاجابه دي صح وليه باقي الاجابات خطأ، يبقى انت لازم تقف عند السؤال ده وما تعديهوش الا لما تفهمه بالتفصيل. معايا؟ يبقى لو انت ما كنتش فاهم ليه الاجابه دي صح وليه باقي الاجابات دي غلط، بص انا كنت هقول لك انا كنت بعمل ايه. انا لما كنت بعدي على الاسئله السؤال ده لو ما كنتش متاكد 100% من الاجابه بتاعته وليه الباقي غلط، بعمل ايه بقى؟ بالهايلايتر او بالقلم الجاف بعمل عليه شرطه. ليه؟ علشان بعد ما اراجع خالص كده او بعد ما احل وصح لنفسي الاجابات، الاسئله اللي كنت عامل عنها شرطه بقف افهمها بالتفصيل، اروح اسال فيها، اروح اعمل سيرش عنها، اروح ارجع للدرس. السؤال ده بعمل فيه دكتوراه قبل ما ادخل على باقي الاسئله. فهمنا الفكره يا جماعه؟ يبقى السؤال اللي انت مش متمعن منه 100%، مش متيقن منه 100%، ما تعديهوش، ما تحلوش. طب اقولها لك ازاي؟ تمام يا جماعه والله العظيم ما بهزر ما ببالغ. تمام؟ ده حرفيا الخلاصه بتاعت الفيز الثانيه، فيز حل الاسئله. تمام يا جماعه؟ نيجي بقى للنقطه الثالثه اللي هي فيز اللي هي البوست سوليوشن، يعني فيز او مرحله ما بعد الحل. تعمل ايه؟ المرحله دي بسيطه، انا اظن قلتها ضمنيا وسط الكلام. اللي هي اول حاجه تعملها بعد ما تخلص حل هو انك وتصحح لنفسك يعني الاجابات الغلط تروح تراجع عليها، دي اولا. ثانيا الفكره بتاعت السؤال تروح تسيرش عنها اكتر، تبحث عنها اكتر، ويكون معاك نوت بوك او كشكول او كتاب خارجي بتكتب فيه ملحوظاتك للاسئله الغلط. تالت حاجه السؤال اللي انت حطيت عليه شرطه اثناء الفيز التانية، فاكرين ايه السؤال اللي حطيت عليه شرطه؟ اللي هو انت مش متاكد 100% ليه دي صح وليه التلات اختيارات الاخرين غلط او التلات اختيارات الاخر غلط. تمام؟ لو انت مش متاكد ليه
كله يبقى تحط عليه شرطه وتروح تتيقن وتبحث بالتفصيل عن السؤال ده. وفي الاخر خالص المرحله الاخيره ان انت بتراجع سريعا على الاجابات الخطا، تجيب هايلايتر او حاجه وتعلم بس على الاسئله الخطا، بحيث لما تيجي تراجع بعدين تبقى تبص على الاسئله دي. تمام. اللي انا قلته لك ده والله يا جماعه، بص انا تعمقت معاك بجد بالتفاصيل الممله، مش بقول لك القشور، لا التفاصيل الممله بتاعت انا بعمل ايه وانا بذاكر. تمام. فحرفيا ده اللي انا كنت بعمله في ثانويه عامه وغير ثانويه عامه، ولكن يعني عشان اكون امين او صريح معاكم، الكلام ده كنت بعمله باتقان بجد في ثانويه عامه بس. في الكليه بتاعه الطب بسبب الضغط وبسبب ما كنتش بعمله يعني غير في يعني في لما يكون الوقت مرتاح في اول الترم كده، او احنا مش ماشيين بحاجه اسمها ترم، ماشيين بحاجه اسمها موديول في اول الموديول. تمام. لكن في الاواخر لما يكون زنقنا امتحانات وكده صراحه ما بيكونش عندي وقت طبعا اعمل ده كله. تمام. بس فانا عشان يعني اكون صريح معاكم، الكلام ده كنت بعمله طبعا بالتفصيل في ثانويه عامه. حد يقول لي طب ما عنديش وقت، عندك. انت اللي بتهزر، انت اللي بتتراخى، انت اللي قاعد في السوشيال ميديا، انت اللي يعني بتضيع وقت في المواصلات في الدروس، فاهم؟ انت اللي بتضيع، لا عندك وقت. تمام. بس يا جماعه اتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، واتمنى النصايح تكون في محلها. انا متاكد انها في محلها ان شاء الله، في محلها مش محلها. تمام. ان شاء الله تكون في محلها يعني. ويعني ان شاء الله يعني ربنا يجعل الفيديو ده في ميزان حسناتنا. ويا رب يا رب يا جماعه الفيديو ده يكون يعني افادكم. بس يعني ما عنديش حاجه تانية اقولها. وزي ما قلت، لو حابب تحجز معايا استشاره في خصوص الدراسه او غير الدراسه، يعني في حاجه انا اقدر شايفني انا اقدر افيدك فيها، فهتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، استشاره برايفت. هقعد معاك لمده ساعه يعني باللي انت عايزه. يعني اقصد المشكله اللي انت عايزها يعني اقدر اساعدك فيها. اي حاجه اقدر اساعدك فيها سواء في الدراسه او غير الدراسه يعني. هتلاقي لينك تحت او الرقم تحت في الديسكربشن على الواتساب، ابعت لي وابعت لك التفاصيل. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتسيب رايك في الكومنتس وتعمل سبسكرايب وتشير الفيديو مع زمايلك اللي في ثانويه عامه علشان كلهم يستفيدوا. شكرا ليكم، كان معكم اخوكم اسلام حماده، انتظر الفيديوهات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.